عسلامة ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بإذن الله باش نعملوا وصفة تحبها الناس الكل، وصفة خاصة بالعيد اللي هي وصفة غريبة الذراع. غريبة الذراع حاجة باهية ومشتهية والناس كل تحبها باهي. اليوم عنا أرتل الذراع، ذراع يكون نوعية باهية باهي. إن شاء الله تنال الوصفة إعجابكم، ما تنسونيش في الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. باهي، عنا لهنا 250 غرام فرينة نخلطهم معهم. باهي، عنا 200 غرام سكر محور، و125 غرام من شاي. 200 غرام سكر محور و125 غرام نشا. الوصفة هذه راهي وصفة مضبوطة، تجيكم حاجة بنينة وباهية ومرتوبة. تبعوني إن شاء الله وما تندموش جملة في طريقة الإعداد متاعها. عنا لهنا باش نخلطوا المكونات النواشف في الكل بالطبيعة مع بعضهم، نخلطوهم بالباهي ومن بعد باش نبسوها ولا نخدموها بما يقارب 300 مليلتر من بر دونوازيت اللي هي الزبدة الطايبة، وإلا الزيت كيف كيف. كل واحد وشنو يحب، كل واحد على شنو يقدر، وكل واحد شنو يساعد وشنو الحاجة اللي يستانس بها. لهنا نخلط في المكونات الكل باش يدخلوا في بعضهم، هكا السكر والفرينة والذراع والنشا يلزم يدخلوا مليح. راهو الغريبة ما يجيهاش لا خميرة لا حتى شيء، هذم هما المكونات اللازمة للغريبة. تو باش نصب الزبدة متاعي. ونبداو نبسو فيها بالطبيعة. الكمية نجمو نزيدو فيها شوي كيما نجمو نقصو فيها شوي، ديما عينا ميزانة نشوفوها اسكو معناها كمية مناسبة ولا نزيدو ولا نقصو. نكمل نبسس بالطريقة هذيك بالقدا بالقدا. الغريبة متاعي، الغريبة راهي تحب الخدمة باش الذراع يقرب الزيت متاعو ولا نتحصلوا على تيكستور تكون باهية. لازم تكون مرملة، ما تكونش يعني ما تكونش العجينة، معناها ما تكونش عجينة، ما تكونش طرية، معناها تكون مبسة بالباهي وفي نفس الوقت ما تكونش عجينة، مش كيما العجينة معناها كيما تشوفوا في الفيديو هكاك. لهني خذيت الرحاية متاعي متاع اللحم باش نرحي فيها ما هي اسمها رحاية اللحم، ما نمنيش نرحي فيها في اللحم، نستعمل فيها جوز الحلويات باش نرحيو الغريبة متاعنا بالباهي بالباهي هكاك تتخدم بالباهي وتقر زيتها. والا زيد نجمو نخدموها بالطريقة التقليدية اللي هي نقعدو نصبتو فيها هكا ونخبطو فيها حتى اللي تتخدم، لكن الطريقة هذه اسهل وخير. باهي، لهني كملت رحيت الغريبة متاعي، ان شاء الله تعجبكم الطريقة متاعي. راهي هذه وصفة مضبوطة وباهية ومجربة وانا نعتمد فيها الحق. شفتوا كيفاش تخدمت قرزيتو الذراع.
لهنا باش نغطيها ببلاستيك غذائي وباش نخبيها في الفريجيدير. بيتها ليلة كاملة وجبتها كيما غدوة. شكلتها بالطريقة هذيكا بالشكل هذاكا، زدتها شوية جنجلين من فوق. فوالا شفت كيفاش مرتوبة الكعبة ومزيانة ومحليها. من بعد دخلتها للفرن على درجة حرارة 140 مدة نصف ساعة. في الرف السفلي 140 درجة مدة نصف ساعة. وبسلامة وإن شاء الله نتقابلوا في وصفة أخرى.